estamos cansados, vai a casa. Na captura delas, de bailão em bailão. Na captura delas, de bailão em bailão. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شرح النهارده عن طريقه اقوى بوت كراش حرفيا في المجال. بس قبل ما نبدا الفيديو حابب بس اقول حاجتين. اهم حاجه ودوت الاهم اصلا قبل ما ابدا الفيديو، انا بعلمك لاجل ان انت تبقى فاهم وعارف وتتعلم، يبقى زيك زي الاجانب بالظبط، وفي نفس الوقت يعني يكون ادائك زيهم واحسن منهم. مش تاخدها تروح تلعب بيها او تاذي بيها حد ملهوش اي يعني اللي هو ملهوش اي ذنب، او اللي انت اصلا ما تعرفوش، داخل بس ترازي فيه كده وخلاص. تمام. انا غير مسؤول عن اي استخدام خطأ للبوت، وانا فاتح البوت عندي بحيث لو اي حد حط اي رقم ولا ارقام زيادة انا هوقف عنه البوت. تمام. عشان الفترة اللي فاتت حصل مشاكل بسبب الكراشات والكلام من ده، فانا علشان اتجنب المشاكل دي بقول لكم من دلوقتي ممنوع حد يستخدمه استخدام خطأ. انا غير مسؤول عن اي استخدام خطأ. تمام. وطبعا في الفيديو انا عايزك تسمع لحد النهاية عشان هعلمك ازاي تشغله وفي نفس الوقت ازاي توقفه. هتقدم في الفيديو ديت حاجة ترجع لك انت، بس ما تجيش تقول لي انا شغلته على كذا على رقمي وفي الاخر ما اشتغلش. المهم يلا بينا نخش على البوت في التليجرام. وزي ما انتم شايفين كده يا اخواتي دوت البوت. طبعا انا هنا اقعد باكد تاني، استخدمه في الخير لاني غير مسؤول واخلي مسؤوليتي الكاملة عن اي ارتكاب اخطاء او استخدامه بشكل خاطئ. خد حقك فقط او اتعلم علشان نكون زيك زي الاجانب، مش عشان تكون اللي هو انت عامل نفسك فيها جامد قدام صحابك. تمام. انا لا اروج على اي استخدام خطأ. والسلام عليكم. هنبدأ اول حاجة بالبدء. تمام. هيظهر معانا الواجهه ديت، ممكن يظهر معاك واجهه يقول لك ادخل اشترك الاول في القنوات، بتختار اشتراك 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 وبعد كده بتعمل ستارت. تمام. جات لنا الواجهه دي نعمل ايه؟ طبعا هنا بيقول لك يوزر اللي صاحب البوت، بعد كده علامه المنيو تحت اهي. بص اول ما دوسنا عليها فتح لك القايمه دي. طب تمام يا عم لو فنعمل ايه؟ عندك هنا بص فوق عندك كلمه ايه؟ كونتاكت وايه واللي تحت منها. احنا عشان نتصل لازم ندوس على اول واحده خالص اللي هي فوق اسمها كونتاكت. تمام. بعد كده نعمل ايه؟ نحط الرقم بتاعنا اللي احنا هنرمي من عليه الكراش. تمام. فثواني هجيب الرقم. طبعا زي ما انتم شايفين ده مثلا الرقم بتاعي، فهحط الرقم بتاعي واعمل ارسال للبوت. هتستنى ثانيتين بالظبط هيجيلك كود، هتاخده نسخ وتروح على الواتساب اهو لافا 1234 هناخده نسخ. وبعد كده نطلع نخش على الواتساب اللي انت هتربطه فيه. تمام. وندوس هنا وبعد كده نعمل على البتاع ديت، معلش اللي فوق منها اللي هي ربط جهاز يعني او كده. تمام. بعد كده بندوس على اللي هي اللي تحت وبعد كده بنحطه الكود بتاعنا. تستنى ثواني وباذن الله البوت هيشتغل. تمام. زي ما انتم شايفين اهوت بيعمل لك لوج ان اهو كده اشتغل والبوت تمام التمام. هنرجع واحده بعد كده بنعمل شات تمام ما بينك وما بين نفسك. تمام. وبعد كده بتدوس هنا بتحط دوت MENU وتقوم جاي عامل كده اللي هو منيو يعني. تمام. زي ما انتم شايفين هتستنى بس بالظبط كام ثانيه البوت فتح معانا. تمام. بصوا بقى يا اخواتي هنا لازم تركز كويس علشان هنا اهم حاجه اصلا. تمام. عندك حاجه اسمها زيرو نت. زيرو نت يعني بيقطع النت على النسخه، يعني مهما ترمي نقطه ولا ترمي اي رسائل مفيش رسائل بتوصل. عندك اول حاجه بعدها تاني حاجه اسمها ايه؟ اوت واتساب يعني WH. تاني حاجه اسمها اوت WH2 كراش. وبعد كده ايه؟ اس سبام. وبعد كده اللي هو لافا. وبعد كده اللي هو ايه؟ فورك بلوك. تمام. وغيره من الاستخدامات. تمام. طب احنا دلوقتي يا عم رافع هنستخدم ايه؟ انت بتستخدم حاجات خفيفه زي حاجتين. انت لو عملت بس زيرو نت على اسمه ده اوت كراش قصدي اوت واتساب اللي هي اول واحده وتاني واحده، حرفيا انا هشهد لك ان النسخه تموت. تمام. وهنخش نجرب دلوقتي التانية زي ما انتم شايفين كده. تمام. وطبعا هنجرب على الرقم ده فيلا بينا. طبعا النسخه زي ما انتم شايفين شغاله مفيهاش اي مشاكل. طبعا ديت النسخة بتاعتنا هندوسه على اول واحدة اللي هي اسمها زيرو نت. تمام. طبعا احنا هنجرب اول كراش. تمام. استنى النتيجة بتاعته
فاللي هو برضو مفيش مشاكل. طبعا ده رقم الضحية. تمام. او مثلا نختار اللي هو اللي تحت خالص لافا، وبعد كده نحطه اللي هو الرقم ارسال. كده تمام، كده اشتغل. تعال نخش على النسخة. زي ما انتم شايفين بص النسخة بتضرب على طول، لا انا ما بلحقش حتى ان انا ادخل حتى. تمام. اجي ابعت رسالة. تمام. الرقم طار واتساب. الرقم اللي انا كنت بصور بيه طبعا اتحظر عشان كان رقم فيك واللي هو ضعيف جدا. تمام. فده امر طبيعي. تمام. طبعا ده الرقم اللي هو اتعمل مثلا عليه كراش، اعتبر مثلا ان هو لسه فيه كراش، هو طبعا وقف علشان الرقم اتحظر. طبعا الكراش بيترمى بشكل مختفي، يعني ما حدش يقدر يعرف مين اللي رمى عليك. تمام. طب انا دلوقتي جالي كراش وكل شويه النسخه كل ما اخش عليها زي كده بتطلع. بتعمل ايه؟ بتخش على الاعدادات اللي هي زي كده. تمام. اللي انت بتدوس على التطبيق ضغطه مطوله وتخش على تمام زي كده، وبعد كده بتدوس على العلامه اللي هي اللي فوق على حسب جهازك. المهم يعني انت بتخش على اعدادات التطبيق. بص يا معلم، هتقوم جاي اول حاجه هتعملها تخش هنا وتعمل محو وبيانات. تمام. بعد كده بتختار اللي هي ايه ده اهي، اللي هي ايقاف التطبيق. بتعملها وتسيبها بالظبط 5 دقايق. تمام. وبعد كده تقوم جاي فاصل النت على التليفون، وتقوم جاي داخل على الواتساب وفاتح نت وانت فاتح في الواتساب. عليا النعمة لو كان مين بيرمي عليك كراش حرفيا الكراش هيقف منه وقتي. فده اي يعني ديت حاجة موجودة. تمام. الحمد لله ان هي موجودة لكل داء دواء. فهي ديت نفس الفكرة. الكراش حتى لو كان قوي بما فيه الكفاية، الطريقة ديت بتوقف اي كراش على اي جهاز. فانا كده علمتك ازاي تعمل كراش، وفي نفس الوقت ازاي توقف الكراش. طبعا باذن الله الفيديو الجاي هيكون جمدان، بس انا الناس اللي حابه تتعلم فقط هي ديت ان انا هديها الاداء اللي هي بتاعت الفيديو اللي جاي باذن الله. والناس اللي هتاخدها لايذاء الغير ساعتها انا مش هديها له للاسف. تمام. وحته بسيطه كده عن الفيديو الجديد باذن الله، هخليكم تتعلموا ازاي تعملوا هجوم على اي موقع اسرائيلي او اي موقع من اللي هم المواقع اللي هي الزباله. باذن الله هنخليكم تتعلموا حاجه جميله جدا الفتره اللي جايه. وسلام.